أول فيلم روائي قصير صامت مصري. محمد بيومي هو أحد رواد السينما المصرية، وهو مخرج ومصور ومؤلف وممثل ومنتج مصري. اتولد في طنطا سنة 1894. اتجه للمجال الفني بعد ثورة 1919. شارك في تأسيس فرقة وادي النيل مع بشارة وكيم. سافر إيطاليا وبعدين النمسا، وحصل على دبلوم في التصوير الضوئي والسينماتوغرافي من النمسا. كان عنده معدات تصوير ومعمل تصوير سينمائي. أنشأ أول جريدة سينمائية اسمها جريدة أمون، وكان أول فيلم وثائقي له يوم 18 سبتمبر سنة 1923، وهو عودة سعد زغلول من المنفى. وفي نفس السنة قدم أول فيلم روائي قصير صامت، برسوم يبحث عن وظيفة. فيلم برسوم يبحث عن وظيفة كان فيه بشارة وكيم، عادل حميد، فيكتوريا كوهين، فردوس حسن. الفيلم ده كان مدته 16 دقيقة، انتاج سنة 1923. قصة الفيلم بتحكي عن برسوم الراجل المسيحي اللي بتربطه علاقة صداقة قوية بالشيخ متولي. الاتنين عاطلين بيعانوا من الجوع، وبيحصل بينهم منافسة في الحصول على وظيفة في بنك. فبيحصل سوء فهم من مدير البنك، وبيفتكرهم رجال أعمال وبيعزمهم على غدا فاخر جدا في بيته. وطبعا لما بيعرف الحقيقة وانهم فقراء وغلابة فبيطردهم من بيته. محمد بيومي قدم في الفيلم ده نقد اجتماعي للفقر والجوع والبطالة، والفرق الكبير ما بين الأغنياء والفقراء في المجتمع المصري، وصورة عن الصداقة اللي ما بين المسلم والمسيحي. سنة 1995 شاركت مصر في احتفال هيئة اليونسكو في باريس بالعيد المئوي، وعرضوا الفيلم ده، وهيبقى طبعا في حلقات خاصة بالشخصيات السينمائية. تابعونا.